زي ما في حاجات كتير بنكتشفها وبنعرفها بالصدفة، في برضو رياضات اكتشفناها وعرفناها بالصدفة. في أوائل القرن ال18 في إنجلترا كان في 2 مساجين قاعدين في السجن زهقانين، عملوا زي كورة شراب وابتدوا يحدفوها لبعض. بيحدفوها لبعض ازاي؟ حد بيرميها في الحيطة، بترد له، التاني يمسكها ويرميها، وهكذا. ايوه، دي كانت بداية لعبة الاسكواش. تدريجيا اللعبة ابتدت تطور نفسها، بدل ما كانت بتترمي بالايدين لا بقى في مضارب. الموضوع ابتدى يتطور، دخل في المدارس وبعد كده ابتدى يدخل في النوادي كمان، لحد ما اتعملت اول بطولة حقيقية سنة 1930، وهي البريتش سكواش اوبن. ابتدت تنتشر بره بريطانيا كمان، في اوروبا والهند وكندا وطبعا مصر. مصر كان فيها ابطال مهمين وبارزين جدا واقوياء جدا في اللعبه دي، من اول عبد الفتاح عمرو باشا اللي اتولد سنه 1909 لحد نور الشربيني في وقتنا هذا.